بداية وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، وعلى إثر كمين بمنطقة غنامة بولاية بشار بالناحية العسكرية الثالثة، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحرس الحدود والجمارك الجزائرية مساء أمس الأربعاء من القضاء على 3 مهربين مسلحين من جنسية مغربية. ويتعلق الأمر بكل من عدى عبد الله، عزة محمد، صرفاقة قندوسي، توقيف مهرب رابع المدعو عزة ميمون من الجنسية نفسها، الذين حاولوا استغلال الظروف المناخية التي تشهدها عدة مناطق ببلادنا للقيام بأعمالهم الإجرامية. مكنت هذه العملية من حجز 74 كيلوغراما من الكيف المعالج وبندقية صيد ومنظار ميدان و4 هواتف نقالة وأغراض أخرى. تأتي هذه العملية النوعية لتؤكد مرة أخرى مدى يقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي بكافة مكوناته، ورسالة صارمة لكل من تسول له نفسه اختراق التراب الوطني والمساس بحرمته وأمنه. المغرب